كيبدا الفيلم بواحد الطوموبيل كحال هكا توقع في هاد المحل ديال التحف. كينزل من هاد العزوة، كيدخل المحل، كيدير راسو باللي كليان باغي يبيع واحد الساعة، ولكن الساعة كان فيها قنبلة. فرقع بها هاد مول المحل مسكين. ما كيدخلوا صحابو معولين على خزيت مسلحين، كيمشيو للقابو اللي فيه المخدرات والعرارام ديال الفلوس يا عشيري ديال شي عصابة. كيبدا القرطاس كيطاير حتى كيقتلو كلشي، يهزو الفلوس وكيمشيو يتلقاو مع الباترون ديالهم اللي هو هاد الشيباني. يديروا الجي بي اس فواحد الباليزة، يشارجيو الفلوس في الطيارة باش يهربوها برا البلاد. المهم طلقت الطيارة وكل الجو ديال الشتا والريح يا شيري. بقات غادا الطيارة في السما، وقع فيها عطاب وطاحت في واحد الغابة فيها غير الثلج والشجار. المهم غبرت الخبار ديال ديك الطيارة وديال الفلوس لمدة 5 شهور. وهنا كيبان البطل ديالنا جيل، كان عسكري متقاعد ودابا كيعيش بحال البوالي في واحد الغابة، عايش على الصيد ديال الحوت. عايش حياتو هارب من الماضي ديالو. واحد الصبح غادي يخرج جيل، كيفقد الشبكة ديال الصيد ديال الحوت. هنا المفاجأة، كيلقى اليد ديال بنادم خارجة من الثلج مجمدة. كيشوف في الجهة الأخرى كتبان ليه باليزة ديال العاقة مع حلها، كيلقاها مملوطة بالدولار يا حنيني. ولكن ما جاتوش على البال بلي ملي فتح الباليزة راه فعل جي بي اس اللي رسل إشارة للعصابة موالين داك الفلوس. ديك اللحظة كانت البوليسية اللي سميتها آني خارجة سيرفيس، ومع شافت صحابنا مع الشاف ديالها خلها الشيك فيهم ومنعتهم يمشيو لديك البحيرة. ما كنمشي هي للبحيرة كتلقى مع جيل، سولاتو اش كدير؟ قال ليها انا الصياد وكنعيش في الغابة. قالت ليه الصيد هنا ممنوع. اللي مشات ليه الكروسة لقات ديك الباليزة ديال الفلوس، مع جبدت عليه الفردي وهما يخلطوا عليها صحابنا داك العصابة. يعني كيشبكوها قرطاس. مات واحد الشيباني اللي كان معاهم، جيلو اني غادي يهربوا بالطوموبيل. عصابة اللي فيها العزوة وسيرينا وداك الشرير واليكس وهاد خونا اللي داير فيها راجل الدين. هنا طاحت سيرينا ورا الباليزة في الماء، وخوتنا كعاب ديال بصح. وجيلو اني خسرت ليهم الطوموبيل في داك الثلج، وربطوا بعضياتهم بالحبال باش ما يغرقوش بجوج، وبقاو غاديين فوق البحيرة. ولكن العصابة عيطات لهاد القرع اللي سميتو داكس باش يلحقهم بالموتور ديال الثلج. بقى غادي وراهم، اللي وصلهم داروا كومبا هو وجيل. جيل طاح في الماء. هنا اني غادا تنحي داكس ويهربوا في الغابة. العصابة الاخرى جاو وراهم غادي يبقاو تابعينهم، وسيرينا غادا تطيح في واحد الحفرة ويدخل ليها عود في رجليها. هنا غادي يتخباو في واحد الكاف. جيل غادي يعاود قصة حياته كاملة لآني اللي كان عسكري في أفغانستان، وبنته ماتت ومرته حتى هي ماتت بجرعة زايدة. داكشي علاش اختار يعيش في الغابة بحال الشيباني. في الجانب الآخر العصابة وصلوا لواحد الدار خاوية في الغابة. جا عندهم الشيباني، اكتشف بلي أليكس خانهم وغادي يقتلو. في الصباح آني وجيل غادي يعيطوا على شي ناس من القرية باش يعاونوهم. أنا غادي يجي ضابط رالي كيخطط ياخد جيل باش يديه للعصابة باش يعطيوه حقه من داك الفلوس. ما بغاش اني وهو يجبد عليهم فردي. كب معاهم بجوج في الطوموبيل وما غاديين في الطريق، يخشي يدو في الصاك ديال الجيل وهو كيضربوا واحد الفخ كان تما. وبدات المدابزه بيناتهم، وهي تقلب بهم الطوموبيل، جبد عليهم عاوتاني فردي وهي دخلت عليهم العصابة. سيرينا غادا تيري فيه وتقتلو، وجيل غادي يقتل سيرينا. ولكن في هاد البحيرة كان فيها الغاز. في هاد اللحظة وقع نزاع بين الشيباني وخونا اللي داير فيها رجل الدين. جيل كيستغل ديك الفرصة ديالهم ويشعل داك الغاز. بقات الأرض غير كتنفجر، احترقوا العصابة ومعاهم الشيباني. بقى العزيز اللي غادي يخطف اني وديها لواحد ديبو. تما كيتبعوهم جيل، كيلقى شانق عليها وقال لها اما توريني الفلوس فين كاينه ولا نقتلها.
راني خدمت ذكية وغادا تفك راسها منه، وبدات المقاتلة بين جيل والعزي. أنا غادي يقتلو يلوحو في الماء، واللي هدأت العاصفة جيل غادي يمشي يجبد ديك الفلوس كاملة، ولكن ما خداهاش. قرر يعطيهم لديك الناس ديال القرية باش كفار على الذنوب ديالو. وداك الناس فرحوا وداروا ليه شي طقوس ترحيبية باش ينسى الماضي، ومنها يولي واحد منهم. وانا كنشوفو جيل تبدل ولا فرحان في حياته. وانا كيسالي الفيلم ديالنا. كان معكم محسن، متنساوش دعمونا بلايك واشتراك، وشكرا.